ده حقيقة أنا بقول لكم إذا قبلتوا ولا ما قبلتوا ما تاخدوا تتيموا إسبلي ده يا إسبلي دقكم في الدب ولا في قردو ولا في مال ما تتيموا الناس ساكت. تحية لكل الجماهير ابن النوبة والتحية للحركة الشعبية. أنا معكم من قبيلة الشوايه. أنا الرسالة دي للناس اللي قاعدين تدول في الميديا بالنسبة للمشاكل بتاع جبل النوبة هسه. يا جماعة المشاكل ده ما بحلجوا في الميديا يا رفاق. أنا دار نوريكم المشاكل ده بحلجوا في الجراوند. فمن ما مشاكل حدثت في مناطق بتاع الشوايه يتطور لغد ما مشى في محل بعيد. الناس بقى ما بيتكلم عن القضية ذاته هنا الكان حاصل شنو وجذور المشكلة شنو. انتوا كلكم القاعدين تكوركوا في الميديا والقاعدين تحبروا عن حاجات انت ما بتعرفوا اغايق ولا عندكم علاقة باغايق ذاته. نحن يوهو عارفين ده شنو العسل والبادي بالمشكلة شنو والعسل شنو المقصود ورا المشكلة ده شنو. الناس ما تاخد تحجج الصراحات وتاخد تقول حاجات ما عندها معنى. فالرفاق نقدر نوريكم اذا ده تمرد واذا في الناس ورا الموضوع ده. قبيلة الشوايه كان ذنبه شنو؟ قبيلة الشوايه كان ذنبه شنو؟ الكلام في الميديا ما بنفع. نقدر نقول لكم الثمن الشوايه دفعوا ده اي زول ورا التمرد ده نانو كشوايه ما بنخليك. لكن ما عندنا مشكله مع اي نوباوي، ما عندنا مشكله مع التنظيم خالص. كما تعلمون انه في اغنياء بقول انه الشوايه ما عنده مشكله ظروف نيانيا مين في الثمانينات. نانو يول ثبتنا الثوره وطلع نانو ثابتين ثوره ونانو ما بنتكلم في الميديا. هنا في الميدان في الجراوند في اكشن. وهي الزول عنده فهم تجي تمرد ودار تتكلم عن السلطه وعندك مشكله مع القيادات وجيت الدفات للشوايه الثمن. جيت دفعتونا الثمن كمرت مشكلتك بكون معنا. مشكلتك بكون طويل معنا مع قبيله بتاع الشوايه. ما طالما انه بقى تمرد واذا في ناس ورا الموضوع ده ريتم الانقلاب هل نانو كشوايه عندنا شنو؟ في اسبالي كده وروني ده يتخايد في المناصب الدستوريه ولا العسكريه من ابناء الشوايه عشان تضربونا عشان تقتل عشان تتضبوا. فالرفاق نحن ده الرساله بتاعي لاي زول قاعد يحبر عجد عن راسه. في النهايه نحن صاحب المشاكل الاصل ونحن يندى في الميدان ما بنتكلم. واي زول راجل خليك قابلنا يا التحصن ونحن كنوبه كلنا نحل مشاكل بالطريقه الصحيحه ونجيب استقرار للنوبه كله. اما انتوا لو دارين مشاكل ما في زول بيتحدانا ما في زول ارجل مننا. واي زول عنده فهم الثمن الشوايه دفعوا ده انت ما بتكون قدره بعدين. ما تقول لي انت منو انت منو انت منو. نحافظ على وحده بتاعت النوبه نحافظ على التنظيم بتاعنا لانه ده حق بتاع الناس. لا اصلا منا ما تم ارق والدمار لشوايه ما في زول يوم من الايام جابوا ملوه ولا مشمه للشوايه. الناس اللي قاعدين تقولون متمردين ديل اصلا الان بيجي يستمتع بإحساس بيجيتوا قاعد تجيبون. برضه نانو لسه بنقول لي سبيلي ويا والنضال مستمر. ويا الرفاق نانو كنوبة نحن ما بنهب حاجات كلام فارغ. في النهاية الميدان يوم بيعدد الرجولة. اي زول بعد ده بيعدد نفسه. واي زول انه قاعد تتكلم عن عبد العزيز قاعد تتكلم عن عبد العزيز ما شوايه. لكن نحن الشوايه اذا نحن موجودين ما في تبرد بمشي الا اذا نحن قلنا نحن جزء من زول الداري ينشق من اسبله. فالرساله بتاعي كل ابن الشوايه اي يجي كده قال لنا رونا اليوم ده كله اي شوايه من ما هي محل في امريكا في اوروبا في اي قال بيرنا يا جماعه الموضوع ده ابعاد بتاو بيجا براو رونا تلو تمر. يعني اذا في الجاسل اللي دسليل قال قتل سولو هذا قال خلاه يجي بوتشر للجال ذات مال الو دندونا علاقته شنو. أصل كان كشوا هي قال بيرنا إذا في جزء من المتمردين ساهم في المشكلة ده
عشان انه والنال ببدي بيلي شوي مفروض يغلق مساني تبدا معهم ما نوبة كله ولا يسبيلي ولا نندالك بأي نوع من التنظيم لأن التمن ده هو شوية دفعوا ما في زول دفعوا في جبال النوبة هنا أكتر مننا أي حاجة والدمر الفيدة ما في زول عنده حاجة يفتح في وقت الراية يا كومراد تيجي تتكلم لي عن مناصب وفي ناس دارين يتكلموا لي عن السلطة تبي إذا دارت تتكلم في حاجات ده كده وريني بالمنطق كده هل نانو شوية في زول من ابن الشوايه هو الرئيس عشان تيجي تبدا في شوايه تضرب وتطبع مشكلتنا بعيد يا الرفاق يا تحترموا انفسكم ناس يوم اجريمنت بطريقه صيامه لو تقدر تتكلم عن الرجوله في ناس ما بيقدر يثبتوا في الميدان يا رفاق والتحيه لكل ابن النوبه والتحيه للحركه الشعبيه انا ده الرساله بتاعي كلام بتاع الميديا ده خلوه ما بهي المشكله فاطور انتوا في البدايه انتوا بداتوا انه انتوا عندكم مشكله مع شويه جيتوا قلت عندكم مشكله مع ايه زاد ما منو ما عبد العزيز والكلام اللي قاعد تقولوا وانتوا دارين مناصب علاقتنا شنو كان انا كشويه عشان تدفعون الثمن كومريد لا انا بقول لكم اي زول يجي في عبده زول بخط كرة في عرض بتاع شويه ده مشكلتك لكن انا عندنا مشكله معاكم في النهايه انتوا طلعتوا من اراده بتاع شويه تتيموا اسبل ولا تتيموا منو ده نحن يوررناكم تتيموا منو نحن يوال حررنا اراده بتاعنا ده حقيقة انا بقول لكم اذا قبلتوا ولا ما قبلتوا ما تاخذوا تتيموا اسبل ده يا اسبل دقكم في الدب ولا في قردو ولا في مال ما تتيموا الناس ساكت فالتحية لكل الناس والناس يبات الكلام بتلميذ الناس يشوف الحل وشكرا